حابين ان انتوا تعرفوا اكتر، لان دلوقتي ده وقت الاستثمار في الذهب، بالذات ان انت بتحافظي على فلوسك في الذهب، لان الذهب بيزيد كل وقت. وزي ما اسلام بيقول لنا ان الذهب زينة وخزينة، ده حقيقي. تعالوا بقى نعرف اكتر عن تفاصيل السبائك. اسلام هيعرفنا ازاي. اسلام عرفنا تفاصيل اكتر عن السبائك. هنتكلم في اول حاجه سيبك 5 جرام. دي سبيكة 5 جرام وزن عيار 24. 5 جرام. مصنعيه الجرام بتاعها ب 65 جنيه. تمام. ده لما انت في حاله اللي انت بتشتريها. في حاله اللي انت بتبيعها عليها كاش باك 20 جنيه في الجرام. فهمهم بقى ايه موضوع الكاش باك. الكاش باك ده لما انت بتيجي تبيعيه وتحطي فوق حق الدهب 20 جنيه، انت بتستفيدي من مصنعيتها 20 جنيه، انت دافعه فيها لما انت واخداها 65 جنيه، في البيع دافعه فيها كام؟ 20. يبقى انت كده واقفه عليك ب 45 جنيه الجرام مصنعيه. ده الكاش باك. بس الكاش باك بتاعها 20 جنيه. 20 جنيه. تمام. قول لنا بقى الاوزان المختلفه. في كده حاجه كده 10 جرام. دي سبيكه كده 10 جرام عيار 24. تمام. مصنعيتها 60 جنيه في الجرام. طول لما انت بتزيدي في الوزن المصنعيه بتقل. كل ما تزيد في الوزن المصنعيه بتقل. تمام. في مثلا عندك الفكره اللي هي الانثى واحد ب 30 جرام و10 مصنعيه جرامها 50 جنيه. في سبيكه 50 جرام مصنعيه جرامها ب 45 جنيه. تمام. في كده جنيهات زي كده. دي الجنيهات بقى، ورينا كده الجنيهات. في يا جماعه سبايك وفي الجنيهات. الجنيه ده عيار 21. وزن كام؟ ده وزنه قد ايه؟ 8 جرام. ده 8 جرام. مصنعيه برضه جرام 60 جنيه. المصنعيه بتاعته 60 جنيه. 60 جنيه. وفي كده نص جنيه. مصنعيه جرام برضه 60 جنيه. ده مصنعيته ده 4 جرام. 4 جرام من نص جنيه. ده عيار 21. في برضه اربع 2 جرام. احلى حاجه هنا عند اسلام ان هو عنده جميع الاوزان وكل حاجه اللي انتوا نفسكم فيها، سبايك، الجنيهات، الذهب، بشركات مختلفه. مصنعيه جرام بس اول عشان ما قلناش مصنعيته. مصنعيتهم كام؟ 60 جنيه في الجرام. دي بي تي سي وفي سام. قول لهم كده انواع الشركات اللي انت معاها. تمام. تاني حاجه بي تي سي. عندنا سام جولد، اندريا جولد، وفي ام بي. يبقى انت متعاقد مع جميع الشركات كلهم، انت متعاقد معاهم اللي هي الشركه. بشتغل معاهم. خلاص تمام. قول لي بقى. تمام. وريني برضو اشكال السبايك من ورا عشان في ناس بتحب زي الورده كده. في ناس كمان بتحب تلبسها بشكل سلسله. نعمل لها فريم تتلبس. بتعمل فريم على السبيكه وتتلبس. فلوس متشاله بس نعودها عيله وحاجه برضه لبس حلو. في شكل الورده دي وفي شكل تاني برضو اسلام. شكل الشركه ده على اسم الشركه. في الشكل ده والشكل الورده يعني. في ناس بتشتري اللي هي شكل الورده وتتعمل يعني برضه ممكن نعمل لها فريم. بيتعمل لها فريم وتلبسها في شكل نفس الفكره برضه. حلو قوي قوي ان انت ممكن تلبسيها، يعني هي تتعمل بس شكل فريم وتلبسيها، تبقى شلتي ذهب وفي نفس الوقت لابساها في سلسله شكلها شيك. زينه وخزينه. عايزين بقى يعرفوا العنوان عشان 2380 40 جنيه زي امبارح النهارده. طبعا سواء او سبيكه جنيه ايا كانت. اول حاجه السبائك. تمام. دي الناس اللي عايزه تستثمر فلوس افضل في السبايك والجنيهات، وبعد كده يليها الغوايش. قول لهم بقى العنوان عشان هما بيسالونا في الكومنت على العنوان. 111 شارع محمد فريد عبدي. خلاص. افضل حاجه يركبوها اسهل المواصله؟ لو مترو ينزلوا محطه محمد نجيب. بيننا وبينها مفيش 5 دقايق. مش اسم المحل كريستال. اسم المحل كريستال. لو جنب محل فودافون، لو انتوا عايزين برضو تشوفوا. مكان بقاله 25 سنه فعارفينه كمان اسمه كريستال. تمام. هتيجوا عند اسلام هتعرفوا جميع السبايك بجميع الاوزان، كل اللي نفسه في اي وزن. واحنا حبينا نعرفكم بالظبط تفاصيل عشان احنا جالنا كومنت كتير ان هو عايزين يسالوا ايه الكاش باك وايه الشركه اللي متعاقدين معاها. فهو متعاقد مع جميع الشركات بجميع الاوزان. ويلا حاولوا تستثمروا فلوسكم في الذهب دلوقتي على طول، وانتظرونا في ريفيو جديد وانتي الاهم.